ايفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي، هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه. لا، في الوادي الجديد. لا لا. طلبتوها كتير وسألتوا عنها كتير، وطلبتوا مني أكتر من مرة نعمل لها معالجة. وعلشان كنا بنعيد صياغة الأحداث وبنعيد تقييم الموضوع من أوله، علشان لما نقدمه بشكل يناسب حاجات كتير أوي اتغيرت ما بين ما حكيناها زمان وما بين إن احنا هنرجع نحكيها دلوقتي. جه الوقت إن احنا نرجع بيها، نرجع بعمارة الفزع. أيوة، هي عمارة الفزع. وبناء على طلباتكم عمارة الفزع هتكون موجودة وحصريا على قنوات أحمد يونس على يوتيوب. قناة أحمد يونس الأساسية والكبيرة اللي فوق المليون مشترك، AHMADYOUNES. والقناة التانية الأرشيفية اللي بنرفع عليها الحاجات القديمة أول بأول، اسمها بالعربي رعب أحمد يونس، وهي فيها برضو أكتر من 100,000 مشترك. خلينا نرجع بالزمن للبدايات وزمن الرعب الكلاسيكي. جاهزين؟ يلا بينا. النهاردة القصة اللي معانا نقدر نقول عليها قصة شهود عيان، تقدر تقول عليها شهادة ضحايا، لأنها حدثت بالفعل. ده اللي أحب أقوله ليك وليكي. هعرفكم أنا مين في الآخر، وهتعرفوا عني كل حاجة. الأحداث حصلت لأبطال القصة وما زالت بتحصل للبعض. الموضوع كله اتنشر كتحقيق صحفي كامل في أحد المجلات تحت عنوان صدق أو لا تصدق. عشان مش كل الناس بتصدق الكلام في الغيبيات والحاجات دي، فأنا بقولك صدق أو ما تصدقش. بس أحب قبل ما أحكي لك أقولك إن أنا شخصيا مصدق كل حرف من اللي هحكيه، لأني صحفي وزميلي ساكن في العمارة موضع الكلام طلب مني أعمل تحقيق وأسجل مع كل سكان العمارة ساكن، وإني لازم أفضل معاهم شوية، إن شاء الله كام يوم حتى، علشان أدرس شخصياتهم أكتر، أركز معاهم أكتر، أقيم من وجهة نظري الموضوع بمنتهى الحياد، أقول في الآخر أنا مصدقهم ليه أو مش مصدقهم ليه. زميلي بالمناسبة خليني أعرفكم عليه، اسمه عمرو محروس. عمرو ده زميلي من أيام المدرسة، جالي مقر الجريدة وقعدنا نفتكر مع بعض الأيام الحلوة، وقال لي أنا عارف إن المجلة أو الجورنال بتاعكم ده بيحب يدور في الحاجات المستخبية، وجورنال أصفر كده من الآخر. قلت له مش أصفر ولا أزرق، ما علينا. قال لي عندي ليك خدمة، هخدمك وفي نفس الوقت هتخدمني، نقدر نقول عليها خدمة متبادلة مشتركة. العمارة بتاعتنا فيها عفاريت، وقدامها عفاريت ووراها عفاريت، ومن جوه مليان عفاريت. قلت له ماشي، وبعد العفاريت اللي قدام وورا وقدام والخلف ومن فوق وتحت في ايه تاني يا صاحبي؟ قال لي كل اللي عاوزينه منك ان صاحب العمارة عاوزين نضغط عليه صحفيا، يا اما يرجع لنا فلوسنا ونغور ونسيب له العمارة، يا اما احنا عندنا طلب تاني وده ممكن يكون افضل. باقي علينا حوالي نص المبلغ من تمن الشقق كلنا في العمارة، ما ياخدوش. ده انت جاي كده مش جاي تحكي قصة، ده انت جاي تستعملني عشان تبتزوا الراجل. انتوا عايزين تعملوني الكوبري يا صاحبي عشان تعرفوا تضحكوا على الراجل وتسرقوه ولا ايه؟ قال لي ما هو انت لما تيجي ده مش هيبقى كلامك، احنا مش عارفين حتى نبيع الشقق. احنا ممكن نبيع على فكرة واللي يشتري يكمل كالعادة، لكن احنا مش عارفين نبيع حاجة، لا احنا ولا الجيران. العمارة سمعتها زي الزفت، سمعتها عندنا انها عمارة مسكونة. قلت له طب يا عمرو انت العمارة فين دلوقتي؟ قال لي في قرية تبع القليوبية، قرية صغيرة بس حلوة، هتعجبك لما تشوفها. اصل بعد ما انا اشتغلت والدي توفاه الله، وامي اصرت ان احنا نعيش وسط العيلة، فاضطريت اروح مع ماما نسافر البلد، وانا بسافر الشغل كل يوم دلوقتي. الشقة بتاعتنا فاكرها بتاعت مصر الجديدة، اجرناها، بس والله العظيم اقسم لك العمارة ما هي طبيعية، مش طبيعية. مصدقني؟ بص يا عمرو،
كلام في الحاجات دي عندنا بيقولوا كده دايما للقارئ: انت حر، عاوز تصدق تصدق، مش عاوز تصدق براحتك. وانا دايما بقول لما بنقل احداث على لسان حد بقول لهم العهدة على الراوي. فما تفضلش تحلف لي بقى، لان انا بالنسبة لي يعني ما تزعلش مني، دي شغلتي يعني عادي. معظم القراء بيتعاملوا مع المواضيع دي من باب التسلية من الاخر. في اللي بيعتبره خيال كاتب، وفي اللي بيصدق ويعتبره حقيقة ويندمج ويبدأ يبعت لنا ويراسلنا ويقول لنا ويسأل ولازم نرد عليه. بس انا بنقل شغلي وخلاص، هو ده بنقل وخلاص. انا ممكن ازود بس ايه شوية تحابيش كده يعني. وان كنت الحقيقة مش مطمن لحكاية صاحب العمارة بتاعتكم دي، بس هطلب منك طلب اخير. ماشي يا عمرو؟ كرم الضيافة بقى، انا جاي عندكم وقرية ومش هوصيك. ما تقلقش يا عم. ده كان اليوم الاول. تعالوا ندخل على اليوم التاني. كنت بالفعل سافرت، ركبت المواصلات ووصلت القرية، وكان يوم سبت تحديدا. وقابلت عمرو ورحب بيا جدا ووصلنا للعمارة. مبدئيا خليني اقول لكم القرية فعلا حلوة ومنظمة، قرية مثالية بجد في القليوبية زي ما قلت لكم. اهلها طيبين، الوشوش سمحة بشوشة. ووصلنا العمارة من بره حلوة بصراحة، ما تديش انطباعات انها عمارة في قرية صغيرة اصلا. عمارة شيك بجد. ازاي دي تبقى عمارة خوف وفزع ورعب؟ دي ولا اجمل عمارة فيك يا القاهرة ولا حتى اسكندرية. عمارة مكلفة من الاخر. لقيت حوالي 4 رجالة واقفين في المدخل، وهاتك يا سلامات، واضح ان عمرو قايل لهم انه جايب هيركوليس تقريبا، او جايب طارد الارواح وطارد الاشباح وصائد الجن. مجرد ما شافوني مش عاوز اقول لكم على كم الترحيب الرائع. واحد منهم قال لي: احنا مش عاوزين غير حاجة واحدة بس، كل طلبنا ما ندفعش باقي الفلوس اللي احنا علينا. اللي بنشوفه في المكان يا استاذ صعب. اول ما بدأوا يتكلموا معايا في النقطة دي انا حسيت ان الموضوع فيه نصبايا. الناس دي بقى ايه، كل كلامها انها مش عايزة تدفع الباقي فبيحوروا. وكانت البداية الدور الاول. احنا لما عدينا على الدور الارضي قلت له: الدور الارضي مين ساكن فيه؟ مش هنروح نشوف الناس اللي فيه؟ قال لي: لا. قلت له: ليه مش مسكون؟ قال لي: بعدين هتعرف كل حاجة، هتعرفها في وقتها. كل دور في العمارة كان عبارة عن شقة واحدة، شقة كبيرة. الدور شقة يعني ما شاء الله. الدور الأول ساكن فيه مين؟ ساكن فيه عمرو صاحبي ووالدته، الحاجة ناهد. ودخلت وكانوا معايا الناس زي ما قلت لكم اللي قابلوني واقفين، وبعد كده مشوا كل واحد مستني ايه دوره في دوره. اصلا انا شكلي هلف العمارة دور دور. رحبت بيا ماما ناهد وما ادتنيش فرصة، نزل على طول الفطير والقشطة والعسل والحاجات اللي تجوع، وقالت لي: الفطار اهو زي ما طلبت من عمرو. حسيت ان انا عايز الارض تتشق وتبلعني. بصيت لعمرو قلت له: انت فضحتني يا اخي، لو هتعمل كرم ضيافة ما لازم تفضحني وتقول ان انا اللي طلبت، ده انت عيل سئيل. ماما ناهد قالت لي: ما تتقلش في الفطار لان في غدا محترم. قلت: ما هو اللي هيعمل فطير وقشطة والحاجات الفظيعة دي في الفطار كان شكلها كده الغدا مش اقل من بطاية. زي ما تكون سمعتني قالت لي: ايوه بط وحمام كمان يا حبيبي. فطرت وعمرو قال لي: بص يا صديقي، انا هديلك فكرة سريعة على ما الحاجات تكون يعني كلها ايه ملمومة في دماغك، وهجيب ماما تسمع منها جزء خاص بيها، ولو تحب وقتها نمشي وتبقى بتسمع منها لوحدك انا ما عنديش مشكلة. قلت له: ماشي يا عمرو احكي. احنا جينا العمارة دي تحديدا من يجي 1.5 سنة. العمارة كلها على بعضها كده ما تكملش 3 سنين، مبنية احسن من اي عمارة في قلب القاهرة نفسها. صاحبها ولاده مسافرين بره وبعتوله فلوس وقالوا له بنيها حديثة وشيك جدا. ولما جيت انا وامي عند جدي طلبنا من جدي، قلنا له عاوزين شقة نأجر نشتري، فجابوا لنا كام واحدة كده، بس بصراحة كانوا وحشين قوي ومتهالكين، لحد ما واحد دلني انا شخصيا على الشقة دي. جيت انا وماما وانبهرنا يا استاذ فلان انبهار غير طبيعي. كلمنا صاحب العمارة وانبهرنا اكتر بالسعر لانه كان حلو ومناسب جدا. عاوز اقولك يا صديقي وقتها ان احنا كنا يعني جاهزين لدرجة ان احنا مضينا العقد
في نفس الخروجة. رحنا على طول على البيت وحكينا لجدي، وعينك ما تشوف الا النور. زعيق وخناقة وكلام ان العمارة دي مكان ارض مغضوب عليها وجدال طويل بينا. وانا مش فاهم في ايه، ماله اتحمق قوي كده ليه. والموضوع انتهى باصراري انا وماما ان احنا هنروح هناك، ولما يبقى يحصل لنا حاجة من الارض الملعونة المغضوب عليها ونيجي لك ما تبقاش تفتح لنا الباب. فالموضوع قلب بتنشنة بجد. جينا العمارة، كان ساكن فيها 5 أو 6 عائلات غيرنا، وكان فيها شقتين فاضيين، واحدة في الدور الأرضي اللي انت عديت عليها وانت طالع، وواحدة في الدور الرابع. وزي ما انت شايف الدور شقة، يعني من الآخر دي لقطة ما تتسابش. سكان العمارة طيبين جدا، رحبوا بينا واتصاحبنا عليهم على طول. مر شهر والدنيا ماشية عادي، لحد ما أنا شخصيا بدأت أحس بحاجات غريبة بتحصل. في الأول كانت حاجات بسيطة، يعني مثلا أسمع حد بينادي عليا باسمي، أسمع ماما بتنادي عليا باسمي بالليل وأنا نايم، فأقوم أدور عليها ألاقيها نايمة ومستغرقة في النوم. وماما مش ماما بتاعت الهزار والتريقة، ماما ست كبيرة وطيبة زي ما انت شايف، يعني مش هتعمل فيا مقلب والكلام العيال ده. أسمع جرس الباب وأنا بتفرج على التلفزيون، وبقى قاعد أنا وماما وأقول لها يا ترى مين اللي جاي دلوقتي، تقول لي جاي فين، فاكتشف ان انا الوحيد اللي سامع صوت الجرس. اقوم افتح ما الاقيش حد، ابقى قاعد في اوضتي وباب الاوضه يخبط واقول ايوه يا ماما، ماما ما تردش. افتح ما الاقيش حد، اطلع الصاله الاقي ماما قاعده بتتفرج على المسلسل العربي ومركزه جدا. بدات اشك ان انا اللي عندي مشكله في وداني، ما هو يعني ملهاش معنى تاني. رحت اكشف وقالوا لي قياس السمع مظبوط. قعدوني في حاجة كده عاملة زي استوديو الصوت ولبسوني سماعتين، وبدأ الدكتور يتكلم ويشغل صفافير كده في وداني. كنت اسمع حاجات وما اسمعش حاجات، وقال لي انا هوطي الصوت وهتسمع حاجات، حاول تقول لي انت هتسمع ايه بالظبط. وفضل يوطي علشان يشوف انا هسمع لحد اي ليفل يعني. بعدين قال لي انت سامع ايه؟ قلت له سامع حاجة عمالة تعمل مش فاهم ده ايه. قال لي لا، هو مفيش حد بيقول اللي انت بتقوله ده، دي حاجة صفارة كده بنعملها في اختبارات الصوت عشان نعرف نسبة السمع عندك ايه. قلت له لا، في ناس عمالة تعمل الشش زي ما بقولك. سمعني تاني، سمعت تاني وبعدها صمت. قلت له لا الصوت راح. قال لي لا انا مشغل حاجة، ركز وقول لي. وفي عز ما انا مركز قامت صرخة ضربة في وداني، قمت قايم قلع السماعات ورميتها وقمت زعقت فيه. ايوه زعقت فيه وقلت له هو انت بتهزر؟ انا وداني باظت، انا جاي اكشف على وداني تقوم مشغل لي ناس بتصوت في وداني؟ الدكتور شافني وفضل يضحك وعمال منهار من الضحك، وقال لي انا ما علتش الصوت ولا اي حاجة، انت بيتهيألك. ورجع قال لي طب اسمع، انا ده اللي شغلته. فعلا حاجات عادية، صفافير وحاجات عادية. قلت له قسما بالله كان في واحدة بتصوت. المهم بقى ايه يعني جدال وفي الاخر هو مصمم وانا مصمم. قال لي انا هكتب لك دواء وعايزك تجيلي الاسبوع الجاي تاني. بدأت بالفعل اخد الدواء، وكان في مضاد حيوي شديد وكان بيسبب لي دوخة وهبوط وضغط بيوطى، وكنت ببقى دايخ معظم الوقت واحب افضل قاعد في السرير. دخلت على ماما المطبخ لما روحت، الله يخليها ويديها الصحة، طلبت منها تعمل لي كوباية عصير. خدت الكوباية ورحت الأوضة وقلت هشربها وانام. شربتها ونمت، صحيت أحسن. صحيت من النوم وأول حاجة بعملها ببقى عايز أطمن عليها وأطمنها عليا. وقلت لها أنا أحسن بكتير وكوباية العصير من إيديك خلتني زي الفل. قالت لي الحمد لله يا حبيبي، بس عصير إيه؟ قلت لها العصير اللي انت عملتيهولي يا ماما. يا حبيبي انا ما عملتلكش عصير، انا قلت لك بطل الدواء ده لانه بدأ يقلب معاك بتخريف، انا ما عملتش عصير. انا كنت ناوي اسألك على الرز بلبن اللي في التلاجة. قلت لها ماله يا ماما؟ في كام علبة يا ابني اختفوا، انت بتاكلهم وانت نايم ولا ايه؟ يا ماما انا ما قربتش منه. ماما بصت لي بصة غريبة اللي هي مش مصدقاني. انا بدأت ادخل لصاحبي في دوامة تفكير غريبة ومش مترابطة.
صحيت من النوم في نفس الليلة، لقيت ماما واقفة قدام التلاجة وبتطلع أكل. قلت لها عاوزة مني أساعدك في حاجة يا ست الكل؟ صحي متأخر ليه؟ قالت لي ما أنا بطلع الأكل عشان بكرة بس، هاتلي بس من البلكونة بصلتين وكتر خيرك على كده. جبت البصل ودخلت المطبخ، لا لقيت ماما ولا لقيت الأكل ولا لقيت أي حاجة. رحت على أوضة ماما أشوفها بتعمل إيه، لقيت ماما نايمة وغرقانة في النوم. أنا بدأت أشك في ماما إن عندها مشكلة، يمكن الموضوع مش عندي. ماما بتعمل حاجات وهي مش مركزة، هو ده ألزهايمر ولا إيه؟ ماما بتتحرك وهي نايمة ولا إيه؟ تفكيري البوليسي قال لي هات كاميرا الفيديو بتاعتك حطها في المطبخ وقبل ما تنام تصور. وسبتها فعلا وعملت العملة دي وسبتها تسجل وتصور. قلت ده الحل، اصور واشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. وانا نايم صحيت على صوت الخلاط. اكيد ماما بتعمل عصير ولا بتعصر طماطم، انا مش عارف. قلت انا مش هقوم، كده كده الكاميرا بتصور وهكمل نوم. صحيت الصبح وانا عمال افكر ايه اللي ممكن الاقيه. صبحت على ماما، قلت لها سمعت صوت الخلاط بالليل يا ماما، وحضرتك كنت بتعملي حاجه؟ كان ردها تاني يا عمرو، يا ابني ارحمني، يا ابني هتروح لدكتور نفساني ولا تبطل الدواء اللي بتاخده ده، خلاك تهلوس، العلاج ده جاب لك مشكله. سبتها ورحت على كاميرا الفيديو، لقيتها فاصله شحن. اخدتها شحنتها شويه وشغلتها، وكانت الصوره كالاتي: المطبخ فاضي، فضلت اجري الفيديو لحد ما بدأت الحركة، ودخلت امي وفعلا دخلت تعمل عصير وشغلت الخلاط وفضت العصير في الحوض ورجعت شغلت الخلاط على الفاضي. انا مش فاهم هي بتعمل كده ليه. بعدها غسلت الخلاط ورجعته مكانه ووقفت شوية ولقيتها بتبص للكاميرا بتركيز وابتسمت ابتسامة مخيفة. اقسم بالله انا خفت من وش امي. بعدها خرجت في هدوء شديد من المطبخ. كنت فاكر الفيديو خلص على كده، لكنه ما انتهاش. دخل المطبخ حد تاني غير ماما. الحد ده يبقى انا. كنت عمال اقلب في الحاجات وافتح في الادراج. فتحت التلاجة، طلعت منها رز بلبن وبدأت اكل بنهم شديد لدرجة انه كان بيقع على هدومي وعلى وشي. وبصيت على الكاميرا وقربت منها بنفس الطريقة اللي ماما عملتها. فضلت ابرق وعناية فيها وابتسمت نفس الابتسامة الغريبة المخيفة، ولحد ما الصورة قدامي وانا بتفرج بقت عبارة عن وشي بس. خفت من شكلي برضو. ولقيتني بعمل ايه؟ بطلع سكينة من الدرج وبشاور على الكاميرا كأني بهدد اللي بيصور اني هذبحه. وخلص الموضوع على كده. شوية والدنيا بدأت تهدى وانا ما بحكيش بصراحة، وعدى يجي شهر لحد ما كنت راجع من بره لقيت ماما واقعة في الارض. كنت خرجت بالليل ولما رجعت لقيتها واقعة زي ما بقولك. فوقتها ولما فاقت فضلت تصوت وتصرخ لدرجة ان الجيران جم جري. وكان في واحدة من الجيران اسمها مدام ايفون. قالت معلش يا ناهد، اهدي يا حبيبتي شوية وهتتعودي. مركزتش في كلام مدام ايفون، مركزتش خالص. انا كانت كل حاجة في شغلاني وقتها امي. ليلتها ماما بدأت تحكي. بقولك ايه، خلينا اجيبها لك هي تحكي لك اللي حصل بنفسها. دخل عمرو وسابني وقال لي انا هكمل شوية حاجات في المطبخ. وخرجت ماما ناهد، واول حاجة لقيتها بتعيط وقالت لي بص يا ابني، اقسم لك انا ما بكذب وكل اللي هقوله حصل. لما عمرو كان بيقول لي على الحاجات الغريبة اللي بتحصل له انا ما صدقتوش، لكن شوية واعصابه هديت. انا قلت الحمد لله وافتكرت ان كده خلاص. انا ما كنتش عارفة ان الدور عليا انا. البداية انا كنت في ليلة نايمة وحسيت بحاجة تقيلة على صدري زي ما يكون في جبل او حمل. مش عارفة اتنفس، عاوزة اقوم مش عارفة، عاوزة انادي على عمرو ابني مش عارفة. صوتي ما بيطلعش، تقل شديد فوقي كأن جبل انا نايمة تحته. جسمي اتشل. فضلت يا ابني كده يجي ربع ساعة كنت بقرأ قرآن وعيط. كل اللي في دماغي ان انا اتشليت خلاص.
وده من علامات الموت. واحدة واحدة بدأ جسمي يفك. ما عرفتش أقوم. اللي حصل يا ابني إن أنا زي ما كنت بحارب وفي معركة، فنمت. والله تاني يوم كنت صاحية تعبانة زي اللي مضروبة علقة. دخلت العصر اريح شوية ومش عايز افتكر اللي حصل. نمت على جنب اليمين عشان اصحى يعني بقى اشوف اكلنا واشوف اللي ورانا. سمعت لك صوت نفس ورايا وصوت كلام غريب. كنت عايز اصوت وانادي على الولا، مش قادرة. انا حاسة بالكلام والنفس ورايا، عايزة اتلفت، خايفة ومرعوبة وجسمي متكتف. فضلت على الحال ده يجي 10 دقايق وجسمي كله سايب من بعضه لحد ما الصوت سكت لوحده. قمت قايمة من على السرير بالراحة وخرجت من الأوضة أجري. وكل ده ما حكيتش لعمرو، كفاية اللي جراله ليلتها. قلت هنام ومش هطفي النور، أو هفضل قاعدة ومش هطفي النور برضه. فضلت قاعدة ما حصلش أياتها حاجة. معرفش بقى اللي حصل ده كان تهيؤات ولا إيه، بس وأنا قاعدة سمعت صوت نكش تحت السرير، حاجة بتنكش تحت السرير في الباركيه اللي في تحت السرير الأرض يعني. الصوت عمال يعلى يعلى. ضميت رجلي عليا وأنا قاعدة على السرير عشان محدش يشوفني أو محدش يطول مني حاجة. الصوت موجود. كهربا اتقطعت. صوت دقات قلبي كان واصل لوداني. في الضلمة عمال أركز، خايفة من أي حاجة تظهر. عمال ارتعش وأقول يا رب، يا رب خلصني من اللي أنا فيه ده يا رب. ولكن واضح إن كان لسه في حاجات مستنياني. مع صوت الخروشة أصوات تانية، ولقيت من تحت باب الأوضة في نور، يعني البيت كله منور والكهرباء ما قطعتش غير جوه الأوضة أو اللمبة اتحرقت. ولقيت من تحت عقب الباب ومن النور اللي جاي بره رجلين رايحة جاية، مش باين منها غير إنها بس بتقطع النور لما تعدي. فضلت أنادي على عمرو ولا هو هنا. عاوز أنزل أجري، أنزل من على السرير، أخرج من الأوضة، خايفة. شوية ولقيت لك أكرة الباب بتتفتح، والباب اتفتح والطرقة نورها عادي. اتسحبت وأنا بترعش. نزلت رجلي من على السرير عشان أنا خايفة حد يشوفني. نزلت رجلي رجل ورا التانية بالراحة. ايدين طلعت من تحت السرير ومسكت رجلي، شدتني قلبتني على بوزي. وفضلت احارب يا ابني، احارب عشان اخلص نفسي من اللي ماسكني من رجلي. ايدين كانت بتكوي في رجلي. دي مش ايدين، دي ايدين فيها نار. فلت بالعافية بعد ما رفصت كتير. معرفتش اقوم من مكاني. كنت بزحف على الارض، بزحف زي المشلونة ناحية الباب. نص التحتاني كنت بجره ومش حاسة ولا عارفة اتحكم فيه. وصلت الطرقة بالعافية. بصيت على الأوضة وانا بره، لقيت السرير تحته ولعة نار، ومن وسط النار عيون عمالة تبصلي، وصوت ناس بتصرخ وناس بتتعذب. قدرت أتحمل واجي على نفسي ووقفت. مشيت ناحية أوضة عمرو أسند على الحيطة لأن رجليا كانت منملة تنميل شديد. ما لقيتوش في الأوضة. خرج وسابني لوحدي معاهم. سمعت الصوت بيقرب، صوت مخيف مفزع. جريت على باب الشقة أفتح فيه إنه يفتح أبدا، وأنا سامع الصوت بيقرب من الطرقة والباب ما بيفتحش. فضلت أحاول أحاول أحاول. في الوقت ده نور الشقة كله قطع، وأنا واقفة جنب باب الشقة متجمدة. صوتهم بيقرب وبيقربوا هما مني، مش شايفاهم لكني حاسة بحاجات جنبي. شعور يا ابني إنك تستنى كارثة تحصل أصعب بكتير من إنها تحصل فعلا. مش قالولك وقوع البلا ولا انتظاره؟ قلبي هينط مني من كتر الرعب والخوف اللي أنا فيه. لساني اتعقد، مش قادر أنطق ولا أصوت ولا أعمل أي حاجة.
أعوذ بالله يا ابني من اللحظات دي. لحظات بتعدي زي سنين، وفي عز كل ده الأذان أذن. كان أذان الفجر، كان هو النجدة اللي بعدها فضلوا يصرخوا، والنور رجع للشقة وصوتهم بعد. كانوا بيصرخوا بعد صوت الأذان اللي نجاتني. وبعدها يا ابني مش فاكرة حاجة، كل اللي أنا فاكراه إن أنا فقت وابن عمرو اللي كان بيفوقني، وفضلت أصرخ وأقول له لازم نسيب البيت ده، جدك كان عنده حق. العمارة اتجمعت على صويتي، واللي يهدي فيا والرجالة اللي جاية واخدين عمرو على جنب ويكلموه. وواحدة منهم قالت لي معلش يا ناهد، خلاص شوية وهتتعودي وهينتهي، ما هو كان دورك. فعلا بدأت أتحسن بعدها بشوية وافوق. سبت البيت وخرجت ورحت عند أبويا، خدت ابني عمرو معايا ورحنا نجيب شوية حاجات بعدها بكام يوم يعني. قال لي ما تيجي نروح الشقة نجيب حاجات من الشقة ومش هنرجع يا ستي تاني. لما رحنا مدام ايفون نزلت وقالت لي يا ناهد ما تسيبيش بيتك يا ناهد، مش هيتكرر اللي حصل، بعدك عن البيت هيخلي كل حاجة تتعاد من الأول، والمسيح الحي ما هيتكرر، مفيش حاجة هتحصل تاني. وفضلت تقولي ما تسيبيش بيتك، وتقولي لو مشيت وطولت هيرجعوا تاني، ده مش بيتهم يا ناهد، لو سبتيه مش هيهدوا ولا يسكتوا. قلت لها انا مش فاهمه حاجه يا ايفون، في ايه؟ قالت لي بص يا ستي، العماره مسكونه وكلنا عارفين كده، وكلنا شفنا اللي انت شفتيه، وكل واحد خد دوره، يمكن اكتر من اللي شفتيه. في اللي اتحمل لحد ما زهقوا وطفشوا وسابوه، وفي اللي هو طفش. انت بقى اتحملتي، ما تسيبيش يا اختي الشقه، احنا عاوزينك انت وعمرو معانا، احنا هنفضح صاحب العماره وهنضغط عليه، وكلنا مش هندفع حاجه غير اللي دفعناه. هو عارف ان العماره مسكونه يا ناهد، بدليل انه عمل الدور الارضي فيلا بجنينه لجنابه، وما قعدش فيها يا ناهد غير 3 ايام. ولما نبقى كتير يا اختي هنضغط عليه، صدقيني مش هيجوا تاني، وجودهم هيبقى قليل قوي، مش هيرعبوكي. انا حيالله دلوقتي الاقي حاجه ضايعه، الاقيهم غسلوا لي المواعين، الاقي الاكل معرفش متشال محطوط فين، ومتشال من هنا محطوط هنا، لكن طول ما انا بدعي وبذكر ربنا وبصلي ولا يقدروا يعملوا لي حاجه. انت عارفه يا ناهد الشقق اللي احنا فيها دي تسوى شيء وشويات يا اختي، مش هنفرط فيها، ولو حصل ايه عفاريت، اذا كانوا هم عفاريت احنا متعفرتين واجن من ابوهم. استهدي بالله يا ناهد كده وبلاش تفكير وتسرع، ارجعي بيتك وما تغيبيش اكتر من كده، بيتك اولى بيكي انت وابنك، ويا ستي شغالي فيها قرآن ومش هيعملوا لك حاجه. هي دي بس بنقول عليها حفله الاستقبال، يا تقدري عليهم يا يقدروا عليكي. انا عارفه انك بتقولي ان انا ما قلتلكيش الكلام ده ليه من الاول، واكيد يا ناهي بتسالي نفسك، اولا ما كنتش هتصدقيني، كنت هتقولي حاجه من اتنين، يا انا واحده كدابه وبطفشك، يا تخافي وتدعي عليا وتقولي بتخوفني، ولا وانا بالنسبه لك ممكن اكون كدابه ومجنونه. ادخلي يا اختي، رجعت حاجتك الشقه. اقولك على حاجه، بنت خالتي ميري جايه تتفرج على شقه هنا فاضيه، هي كمان مش هقول لها، احنا لازم نكتر يا ناهد، لما نكتر هنعرف نضغط، هنعمل حاجات اكتر من كده بكتير. ماشي يا ناهد، ماشي يا حبيبتي. ده كان كلامها يا ابني ليا، كانت بتقنعني بمليون طريقة ان انا لازم افضل موجودة. انا مش عارفة يا ابني، حاجة جوايا خلتني اصدق كلام ايفون، ولقيتني بقول لعمرو نفس الكلام، ولقيته موافق، وقال لي يا ماما لو الكلام ده صح ما يبقى احنا عدينا خلاص ومش هيحصل لنا حاجة تاني، ودينا نجرب مرة.
وقال لي برضو حاجة، قال لي ما هم يا ماما لو معذبينهم كانوا الجيران كملوا، ما اكيد برضو هم خلاص خدوا لهم دور زي ما قالت لك مدام ايفون والموضوع خلص. انا شايف الموضوع منطقي، وبيني وبينك يا ماما انا مش عايز ارجع بيت جدي تاني، الا اذا كنت عاوزة ترجعي شقتنا اللي في مصر القديمة انا ما عنديش مشكلة يا ماما. يعني انت يا ابني شايف ايه؟ شايف ان احنا نكمل يا ماما؟ هيحصل اكتر ايه من اللي حصل؟ قلت له يا ابني خلاص، واذا جم تاني انا بس مش هتحمل اشوف اللي شفته ده يا ابني تاني. قال لي ان الليلة دي هننام انا وهو في الأوضة واحدة، ومش هنخرج من البيت، وهو مش هيسيبني، وهنشغل قرآن في كل أوضة في البيت. تمام يا ماما ناهد. ماما ناهد كانت بتحكي وقطعتها لما سكتت شوية وسرحت، وقلت لها فايه اللي حصل؟ كمليلي. حصل حاجات تانية بصراحة ولا لأ؟ قالت لي بسيط قوي، زي ما ايفون قالت، ساعات اسمع صوت بينادي، ساعات اسمع صوت بيعيط، صوت بيضحك، صوت عيال صغيرة، صوت ناس كبيرة. ابقى خارجة من الحمام ومشغلة القرآن الاقيه سكت، ابقى مشغلة التلفزيون الاقيه اتطفى، ابقى طفياه الاقيه اشتغل. كنت دايما عندي حاجة بس مستغربة ليها، اشمعنى انا اللي شفت الويل وعمرو كل اللي شافه كوباية عصير وشوية تهيؤات؟ هو انا يعني اتحمل اكتر من ابني؟ لحد ما في يوم قلت له هو يا عمرو انت شفت حاجة وخبيتها عليا؟ فقام جايب لي كاميرا الفيديو وقال لي يا ماما ده اللي شفته. انا اتفرجت يا استاذ على الفيديو، وانا بتفرج ما صدقتش ان انا كنت في المطبخ وبعمل العصير وبرميه في الحوض وبرق في الكاميرا. كان الموضوع غريب. ممكن حضرتك تقول لي بقى اللي كانت في المطبخ دي انا ولا لا؟ قلت لها انا هعرف منين انتي ولا لا؟ ما انتوا ما صورتوش نفسكم وانتوا نايمين في اوضه النوم. ممكن يكون انتوا، ممكن يكون جن او قرين، معرفش. يا ابني عاوز اقول لك ان عمرو بيصحى من النوم مفزوع على طول، وبيقول لي انه بقى يخاف يبص لي، ومن غير ما يقول انا حاسه بده يا ابني. انا شفت شكلي وانا ببص للكاميرا كان عامل قسما بالله زي الاشكيف بتاع الحكايات الف ليله وليله. عمرو كمان بيقول انه بيسمع الناس بتنادي عليه وبيسمعني بكلمه، وافضل اهديه واقول له يا عمرو بيتهيألك. هو يهديني شويه وانا هديه شويه الحقيقه. طيب يا حاجه ناهد، محدش فيكو عارف ايه السبب الاساسي للموضوع ده في العماره؟ هي ليه العماره اصلا من الاساس ده؟ ايه اللي جرالها يعني؟ بص، انا بيتهيألي ان صاحب العماره هو الوحيد اللي عارف، وحتى قبل ما يبني العماره معرفش الواد قال لك ابني ولا لأ، ان ابويا قال ان الارض دي فيها مشكلة، والارض دي ارض خوف ورعب. هو بنى العمارة وعارف يا ابني ان الارض دي فيها مشكلة، وبناها فخيمة كده زي ما انت شايف، وفي الاخر سعرها مش غالي عشان عارف انها فيها مشكلة. بناها وخد الشقة اللي تحت وسابها لما شاف المشكلة وشاف الرعب بعينيه وما تحملش. المكان ده يا ابني فيه مصيبة ومحدش يعرف سببها. حاولت افهم من ابويا سر كرهه للمكان وزعيقه بقى لما شفت بعيني. قال لي يا بنتي من زمان واحنا عارفين ان حتة الارض دي مش طبيعية، وياما ناس اشتريتها وقالوا عنها حكايات غريبة، وياما ناس باعوها بعد ما اشتروها بيوم او يومين او اسبوع بالكتير بالخسارة، الا الراجل ده هو الوحيد اللي اشتراها وبنى على طول. بنى ولا سمع كلام حد ولا اي حاجة. بص يا ابني، انا هقول لك حاجة بعد ما تتغدى، انت تلف على السكان وتلف على الشقق العمارة شقة شقة، اذا كان عمرو ما اتفقش معاك على كده هتسمع حكايات تشي. احب اقول لك ان اللي حصل لي واللي حكيناه لك ده اقل بكتير من اللي حصل للشقق التانية. يمكن تكسب فينا ثواب والمفتري ده يرحمنا ويسيب لنا نص فلوس الشقة، يا يدينا اللي دفعناه ويبرينا كده ويسيبنا وربنا يعيننا ونشوف حتة تانية. منه لله، هو عارف ان العمارة فيها مصيبة وباع وما قالش للسكان. هو كان عارف او ما كانش عارف، انا معرفش. اسمعهم يا ابني،
ركز قوي لما تروح الشقق، ولما تروح شقة أستاذ شعبان يا ولداه ده أكتر واحد اتبهدل، وكمان شقة مدام إيفون هي أكتر واحدة شجعتنا أكمل هنا، الله يسترها. وعلى فكرة مدام إيفون دي مش كبيرة في السن، بس هتلاقي يا عيني شعرها أبيض من اللي شافته، شافت في الحمام ولا مش مهم، لما تقابلها تبقى تحكي لك. اسمح لي بقى هقوم أشوف الأكل، هتلاقي عمرو كل نص الأكل جوه في المطبخ، أصلا أنا ابني مفجوع. بس أرجوك لو حضرتك عاوز تسمع مني حاجة تاني، أنا ما عنديش حاجة تانية أحكيها، بس أنا ممكن أحكي لك قصة اللي حصل في العمارة، بس أنا بيتهيألي إنك تشوف وتسمع من كل واحد بنفسه أحسن بكتير، ولا إيه يا ابني؟ عندك حق، عندك حق يا ماما. أنا هلف على العمارة زي ما قلتي شقة شقة، وهسمع من كل واحد لوحده. يا ريت يا ابني، يا ريت. أنا من الصبح عايزة أسألك اسمك إيه؟ الواد عمرو قال لي اسمك، بس أنا عندي مشكلة، أنا بنسى بسرعة قوي. قول لي أناديك بإيه يا ابني؟ قولي لي يا ابني، قولي لي يا ابني وأنا هبقى مبسوط. ماشي يا ابني، بس اسمك إيه بقى؟ اسمك كريم إيه؟ اسمي نادر يا أمي، اسمي نادر، نادر فودة. نادر فودة، نبي حلو الاسم. تعرفي بقى تحفظيه يا أمي؟ يا حبيبي، نادر فودة، نادر فودة، نادر فودة، ايه؟ ايوه نسيت، نادر فودة. ايوه يا ابني فاكر، نادر فودة اهو، نادر فودة. بتشتغل ايه بقى يا ابني؟ بشتغل ايه؟ امال انا جاي هنا ليه يا امي؟ انا بشتغل صحفي. ما انا عارفه، بس هو ساعات انا بنسى كده، ساعات قال لك ان انا بنسى، بس انا ما بنساش على فكره. انا عارفه يا اخويا، عارفه ومركزه. عارف انت بتشتغل طباخ يا امي؟ بقول لحضرتك بشتغل صحفي. طباخ ايه يا ابني؟ انا قلت طباخ؟ بقول لك الطبيخ جوه، انا هدخل اشوف الاكل. اقعد هنا بقى، اقعد هنا يا سي الاستاذ. انا عارفه اسمك ايه بالاذن. وسابتني ومشيت. يا ترى اللي هي بتحكيه ده اصلا تأليف ولا نسياه؟ اشمعنى الحاجات دي فاكراها بالتفصيل، ولا ألفت أحداث ولا إيه؟ أنا نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. أنا نادر فودة اللي راجع بحكي لكم كل تفاصيل عمارة الفزع القديمة الأصلية اللي طلبتوها كتير. هنسمعها وهنعيش معاها شقة شقة. بدأناها بشقة عمرو ومامته ماما ناهد، لكن من الواضح إن إحنا لسه عندنا شقق كتير، وأكيد شقة ورا شقة ورا شقة، لحد ما أعرف الحكاية أصلها إيه وفصلها إيه. أنا بنقل لكم كل حاجة بتحصل، عايزين بقى تصدقوا صدقوا، مش عايزين تصدقوا براحتكم. لكن أنا بالنسبة لي عايز أقول لكم إن المكان الطاقة فيه غريبة، لا أقدر أقول عليها طاقة سلبية ولا طاقة إيجابية، هي طاقة تقيلة. عارفين لما تدخلوا مكان وتحس إن المكان تقيل على قلبك كده، وحاسس إن أنت مخنوق أو حاجة بتقول لك قوم امشي؟ أنا من أول ما عتبت باب العمارة وأنا الطاقة دي تقيلة على قلبي. يمكن لما دخلت بيت الست ناهد وأنا قاعد فيه دلوقتي عايز أقول لكم لأ، طاقة الشقة دي حلوة، بس يا ترى باقي الشقق طاقتها هتكون عاملة إيه؟ طب هروح لأستاذ شعبان ولا أروح لمدام إيفون؟ بقول لكم إيه، أنا هتغدى وبعد كده إيه أشوف هنعمل إيه. يا أستاذ فاروق، يا أستاذ فاروق ما تمشيش، ده الغدا بيخلص أهو يا حبيبي. ده الواد عمرو بيقول عليك طيب وابن حلال، ده أنا لسه عايز أقعد معاك وأتعرف عليك. مصيبة السودة هنا ياما. فاروق مين يا وليه؟ حاضر، أنا هستنى حضرتك يا ماما ناهد. حاضر. إن شاء الله يخليك يا حبيبي، إن شاء الله يخليك. أنت فطرت يا ابني؟ طب أنا أعمل لك تفطر وبعد كده تتغدى، إيه رأيك؟
اللي انت عايزاه. بقول لحضرتك ايه، العشاء جاهز.